هل حسيت قبل كده إن جواك طفل صغير خايف محتاج حب وأمان لكن مفيش حد يسمعه أو يهتم بيه؟ في التعليقات اكتب أيوة لو بتحس بكده، أو اكتب أحيانا لو بيحصل معاك بس مش دايما. خليني أشوف قد إيه إحنا مش لوحدنا في المعاناة دي. هو اللي بيحصل ده مش عيب خالص ولا جنون، هو اسمه علميا الطفل الداخلي المجروح أو الناقد الداخلي السام. النهاردة في الدقايق اللي جاية هنفهم كل حاجة عن الموضوع ده، والأهم هنخرج من الفيديو بخطة عملية واضحة للتعافي، تمارين عملية نقدر نطبقها فورا، وأهم حاجة أهم حاجة في الفيديو بتاع النهاردة هي جلسة قوية جدا للتواصل الحقيقي مع الطفل الداخلي. فيلا بينا. أول جزء معانا هو إيه أصلا الطفل الداخلي؟ الطفل الداخلي مش مفهوم فلسفي أو روحاني، هو مفهوم علمي نفسي حقيقي. الطفل الداخلي هو مجموعة مشاعر، ذكريات، احتياجات نفسية اتكونت فينا من سن الولادة لسن 7 سنين، ولسه مأثرة علينا لحد دلوقتي حتى واحنا كبار. دكتور جون براتشو أحد رواد علم النفس في المجال ده قالك الطفل الداخلي هو مخزون الإبداع، الفرح، الحيوية، لكن كمان هو مخزون الألم والخوف والجروح اللي ما اتعالجتش. يعني لو انت دلوقتي شخص عندك 25 سنة أو أيا كان سنك دلوقتي، كل ما تيجي تدخل اجتماع شغل فتحس بخوف شديد وتعرق كتير، ضربات قلبك تكون سريعة جدا. المشاعر دي غالبا مش بتكون بسبب الاجتماع أصلا، هو بسبب إن طفل جواك من وهو 5 سنين لسه فاكر ازاي كان بيتعرض للنقد القاسي لما يتكلم قدام الناس. الطفل ده هو لسه جواك ولسه بيحس بنفس الخوف، ومحتاج ان هو يسمع منك ان انت في امان دلوقتي وانا هنا معاك. طب ايه العلامات اللي تقولي ان الطفل الداخلي بتاعي مجروح؟ اتفرج على العلامات دي، ولو حسيت ان اي علامة تنطبق عليك اعمل لايك للفيديو. اول علامة معانا هي الخوف من الرفض. تلاقي نفسك بتتجنب المواقف اللي ممكن تتعرض فيها لأي نوع من أنواع النقد، أو بتوافق على حاجات أنت أصلا مش عايزها في الأساس علشان بس محدش يزعل منك. العلامة التانية هي صعوبة التعبير عن المشاعر. تحس إن مشاعرك مكبوتة جواك، مش عارف تقول أنا زعلان أو أنا خايف من غير ما تحس بالذنب. العلامة التالتة هي الحاجة المستمرة للإثبات، دايما حاسس إنك محتاج تثبت نفسك للناس أو تثبت للناس إنك كفاية وإنك مهم، أو حتى إنك تستحق الحب. العلامة الرابعة هي ردود أفعال عاطفية مفرطة. تلاقي نفسك بتنهار من أصغر انتقاد، أو تعيط من موقف بسيط جدا محدش غيرك لاحظه أو محدش غيرك حس بيه. آخر علامة هي الشعور بالوحدة رغم وجود الناس، حتى لو حواليك أهلك وصحابك وحبايبك وكل الناس، برضو بتحس إنك وحيد أو إن محدش فاهمك بشكل حقيقي. دي كلها علامات بتدل على إن الطفل الداخلي مجروح. تعالوا احكي لكم قصة منى، بنوتة عندها 32 سنة، شغالة محاسبة. جت العيادة النفسية وهي بتعيط وبتقول أنا مش فاهمة ليه كل لما حد ينتقدني في الشغل بحس إن أنا هموت وقلبي بيوجعني قوي وما بقدرش إن أنا أتنفس. ففي الجلسات الدكتور اكتشف إن منى لما كانت وهي 6 سنين، باباها كان لما تيجي تعمل أي حاجة غلط بيفضل يقول لها انت يا بنت فاشلة، عيب عليكي، ازاي هتبقي حاجة في الحياة كده، انت مش نافعة لأي حاجة خالص. ودي أغلب الجمل اللي معظمنا سمعها وهو صغير. الطفلة اللي جوه منى هي لسه بتسمع كلام باباها لحد الآن كل ما حد يجي ينتقدها في أي حاجة مهما كانت صغيرة. المشكلة بقى إن منى الكبيرة دلوقتي هي مش واعية أصلا للطفلة الخايفة اللي جواها، أو مش بتتواصل معاها بشكل صح. بعد 6 شهور من العلاج حاولت إن هي تعالج الطفل الداخلي، فبقت قادرة إن هي تستقبل النقد البناء والهدام بدون أي انهيار عاطفي، وبقت بتتواصل مع الطفلة الداخلية بشكل جميل جدا. طيب تعالوا بقى نفهم هو إيه الناقد الداخلي. احنا قلنا هنفرق ما بين الطفل الداخلي والناقد الداخلي. الطفل الداخلي احنا قلناه. الناقد الداخلي بقى هو الصوت القاسي اللي جوه دماغك، اللي دايما بيحكم عليك ويفضل يقيمك باستمرار، وفي أغلب الوقت بيكون قاسي
ومدمر أكتر من أي انتقاد خارجي ممكن تستقبله من أي حد. طيب علشان ما يحصلش لبس عند بعض الناس، ايه الفرق ما بين الناقد الداخلي والضمير؟ الشخص اللي عنده ضمير هو عادي ضميرك بيوجهك للأفضل بهداوة بلطف بحاجة من طبع الحنية كده، ممكن يجي يقولك المرة الجاية ممكن تعمل أحسن من كده. طيب عندنا مثلا حاجة دي احنا عملناها غلط، ممكن نعملها المرة الجاية أحسن. إنما الناقد الداخلي يفضل يهجم عليك، يفضل يدمر ثقتك بنفسك، يقول لك انت فاشل، انت مش هتنجح، انت مش هتعمل اي حاجة، يفضل ينتقدك ويهاجمك ويجلدك ويخلي عندك جلد ذاتي رهيب جدا جدا جدا. الأبحاث النفسية أثبتت إن الناقد الداخلي أو الناقد السام مرتبط ب73% من حالات الاكتئاب و68% من حالات القلق المرضي. متخيلين نسبة كبيرة جدا جدا جدا، وإحنا في ناس كتير قوي بتفضل تجلد نفسها وهي مش واخدة بالها، أو حتى هي مش فاهمة هي بتعمل إيه. طيب إيه هي أصلا أنواع الناقد الداخلي؟ أول نوع هو الناقد المقارن، دايما تلاقيه بيقولك شوف فلان أحسن منك، شوف إنجازات الناس وأنت لسه مكانك، يفضل يقارنك بأي حد حتى لو المقارنة دي هي أصلا مش صح. النوع التاني هو الناقد الكمالي، يفضل يقولك مفيش حاجة كويسة خالص، انت بتعمل أي حاجة صح، انت لازم تبقى مثالي، ما ينفعش الغلط، لأن أي غلط معناه فشل. وبنسمعها كتير لما حد يجي يقولك أنا لازم أعمل الحاجة دي من غير ولا غلطة، لازم تطلع بيرفكت، وده فخ كلنا بنقع فيه، وبنقع فيه كتير جدا، وأنا بقع فيه أحيانا. النوع التالت هو الناقد المتبني بالكوارث، زي عمتك العقربة كده يفضل يقولك انت هتفشل، اكيد مش هتقدر تعمل حاجة، الناس هتفضل تضحك عليك، والناس مش عارف ايه، ويفضل يهولك بالكوارث اللي ممكن تحصل اللي هي اصلا مش حقيقية او من وحي الخيال. النوع الرابع هو الناقد اللوام، بيقولك دايما كل اللي حصل ده غلطتك، لو انت عملت كده ما كانش حصل فيك ده، وانت السبب بنسبة 100% حتى لو انت اساسا مش السبب في الموضوع، يفضل يلومك على كل حاجة بتعملها. واخر نوع من انواع الناقد الداخلي هو الناقد المقلل. يعني ايه؟ يعني يقولك اللي عملته ده مش حاجة، عادي جدا، يعني اي حد ممكن يعمله على فكرة، ما تفتخرش بنفسك قوي كده، يعني انت عملت حاجة عادية جدا بالنسبة لكل الناس بتقدر تعملها. يفضل يهون في الإيجابيات بتاعتك علشان يحبطك، ويفضل يعني يهون 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 لأبعد مما تتخيل. ده حتى في مرة كنت كان حد بيجي يتكلم معايا يعني، فأنا هو ما شاء الله كان عامل إنجازات عظيمة، يعني عظيمة كبيرة جدا جدا يعني. ففضل يقول لي عادي، ما عادي، ما هو أنا عملت كذا وكذا وده أي حد بيقدر يعمله عادي. يا ابني هو فعلا مش عادي هو مش عادي اللي انت بتعمله ده، يعني انت شبه نيزك ماشي على الارض كده، اللي هو ايه اللي عادي؟ يعني ايه اللي بجد عادي؟ احنا لو هنيجي نقارنك بالعادي فانت مش عادي. ولكن للاسف الناقد الداخلي اللي كان جواه كان دايما بيهاجمه ودايما بيقلل منه، كان عنده ناقد مقلل كتير جدا جدا. ففي التعليقات اكتب رقم النوع اللي بيهاجمك اكتر، خليني اعرف احنا بنواجه ايه علشان نحاربه سوا. هشرب بق قهوة وارجع لكم تاني ثواني. طيب الفرق بقى ما بين الطفل والناقد، الطفل الداخلي والناقد الداخلي. الطفل الداخلي هتلاقي عنده مشاعر أساسية جدا زي أي طفل طبيعي عادي، عنده خوف، حزن، فرح، حب، إبداع، أيا كان. المشاعر هي مشاعر أساسية وعادية جدا، كلنا أحيانا بنحس بيها وإحنا أطفال. فالرسالة الطبيعية بتاعة الطفل الداخلي أنا محتاج حب وأمان وتقدير واهتمام، الحاجات الحلوة اللي إحنا كلنا محتاجينها دي، الاحتياجات الطبيعية. فبيخليك تحس بإبداع، تحس بحب، تحس إنك محتاج تحب وتتحب عادي جدا، بتعرف تثق في الناس عادي، فبيحافظ على البراءة والأمل جواك. إنما الناقد الداخلي عنده دايما مشاعر غضب وخوف من الرفض وخيبة أمل وخذلان، عنده مشاعر سلبية جدا، فدايما يوصل لك رسالة اللي هو أنت مش كفاية، أنت لازم تعمل أكتر علشان تستحق. فطبعا طبعا طبعا بيدمر ثقتك بنفسك، بيخليك تشك في قدراتك، بيحاول يحميك من الفشل بطريقة مدمرة. يعني لو جبت درجة وحشة في الامتحان، يعني ناقص نص درجة مثلا، فالطفل الداخلي عادي هيحس بالحزن شوية، هيحتاج حب، مواساة، طبطبة، هي عادي يا جماعة، احنا محتاجين كده الكلام ده، وكلنا كده كنا محتاجينه واحنا صغيرين.
انما الناقد الداخلي هيفضل يقول لك انت غبي، كان لازم تذاكر اكتر من كده، انت فاشل وعمرك ما هتنجح في حاجه. اصوات داخليه ممكن تكون صوت اصلا بابا وماما عادي جدا، بتوع زمان. فحتى لو هم لا قدر الله مش موجودين دلوقتي، هو اساسا خلاص عقلك الباطن اخد الدور كفايه، واخده ببراعه كمان يعني. فده الفرق ما بين الطفل الداخلي، هو كان محتاج يتسمع ويتحضن عادي جدا، انما الناقد الداخلي محتاج انك تسكته تحط له حدود. نيجي بقى على صدمات الطفولة وتأثيرها. ايه هي انواع صدمات الطفولة؟ صدمات الطفولة مش بس الضرب والإهانة، في أنواع من صدمات الطفولة، هي صدمات واضحة، صدمات خفية. يعني ايه الصدمات الواضحة؟ زي العنف الجسدي، العنف النفسي أو الاعتداء الجنسي، حاجة مثلا زي الإهمال الشديد، فقدان أحد الوالدين. دي صدمات واضحة بتبان عادي جدا وكلنا بنبقى عارفينها وشايفينها. إنما الصدمات الخفية من أكترهم النقد المستمر، زي إنك تفضل تقول لنفسك أنت غبي، أنت مش هتعرف تعمل أي حاجة. إنك تقارن نفسك بالآخرين أو حد يقارنك بحد، يعني مثلا مامتك أو باباك، شوف أخوك أحسن منك في إيه، شوف بنت خالتك عملت إيه، والكلام اللي احنا بنسمعه كتير ده. عدم الاهتمام العاطفي، يعني حد من الوالدين أو الاتنين موجودين جسديا بس غايبين عاطفيا، زي الحظر الغايب كده احنا بنسميها. الحماية المفرطة، يعني يفضلوا يقولوا احنا خايفين عليك فبنحميك، طب مش عارف ايه، فهم اساسا مش بيسيبوك انك تجرب او تغلط او انك تعمل حاجة جديدة علشان تتعلم منها. ما هو مفيش حد هيتعلم من غير ما يجرب، ده طبيعي جدا. انما يمنعوك عن انك تعمل اي حاجة لمجرد ان هم عايزين يحموك، وده اساسا غلط. هي الحماية مطلوبة، ولكن الحماية المفرطة صعبة جدا. عدم الاستقرار العاطفي، الوالدين مزاجهم متقلب وغير متوقع تماما، وده بيأثر عليك جدا. يعني مثلا شفت فيديو ترند كده من فترة، اللي هو بنوتة داخلة تكلم مامتها فسكتتها كده، اه انت لسه مش شربتيش القهوة بتاعتك، اه انت لسه ما فوتيش فقامت قايله لها ايوه، انت بتتكلم معايا قبل ما اشرب القهوة بتاعتي. يا الله، مش عارفة احنا من غير القهوة كنا هنعمل ايه والله. طيب، ازاي الصدمات بتأثر على الدماغ؟ دماغ الطفل بتكون لسه في مرحلة التكوين، لما يتعرض لصدمات بيحصل اوريدي تغيرات في التركيب العصبي. فعندنا منطقتين مهمين جدا، هي اللوزة الدماغية دي بتكبر وبتبقى مفرطة النشاط، تخليك دايما تحس انك في حالة تأهب وخوف حتى من المواقف اساسا العادية، تحس ان الانذار دايما شغال شغال شغال، لو خطر 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 كده. دي منطقة اللوزة الدماغية. المنطقة التانية اللي الصدمات بتأثر عليها هي قشرة الفص الجبهي. القشرة الفص الجبهي دي بتضعف، فتخليك مش قادر تتحكم في أي انفعالات من اللي بتحصل معاك، أو إنك تتعصب بسهولة جدا، أو حتى إنك مش قادر تفكر بوضوح وقت الضغط. فالنتيجة الطفل بتاعك بيكبر وهو دايما حاسس بالخطر، مش قادر يثق في حد، حتى مش قادر يهدى عاطفيا، دايما متوتر وخايف وقلقان ومستعد للكوارث. لو الطفل كان بيتعرض دايما الزعيق والنقد والمقارنة والحاجات دي، دماغه هيتعلم ان العالم مكان خطير جدا، ولازم اكون على حذر دايما. حتى لما يكبر ويبقى في بيئة آمنة، جسمه ومشاعره هي اوريدي لسه فاكرة الخطر القديم. جينا بقى على الجزء الأهم، بس هشرب بقى القهوة لحظة. طيب، تعالوا بقى نعمل جلسة خفيفة لذيذة لطيفة كده قبل ما ننتقل على الأجزاء اللي جاية. هنحاول إن احنا نقعد في مكان هادي وآمن بالنسبة لنا، نحس بيه بالراحة. لو في نور يا ريت يطفي النور، نشغل شمعة، نشغل بخور، الموضوع هيبقى أفضل كتير. نقعد قعدة مريحة، هتغمض عينيك بالراحة وتاخد نفس عميق جدا من الأنف. هنحاول ناخد نفس أطول كتير، نحبس النفس ثانيتين، زفير في أطول فترة ممكنة. ممكن تدوخ، ممكن تصدع، لو جسمك ما بيكونش متعود على إنه ياخد كم الأكسجين دي مرة واحدة. تاني،
نحبس ثانيتين. آخر مرة. دلوقتي أنا هتكلم معاك بهدوء، وانت بس اسمع، واسمح لنفسك تحس. تخيل معايا كده إنك قاعد في مكان آمن، مكان جميل، مكان هادي. ممكن يكون جنينة، ممكن يكون بحر، ممكن يكون أوضة هادية دافية تحس بيها بالأمان. المكان ده آمن تماما، مفيش أصوات خارجية، مفيش أي خطر. انت دلوقتي نتخيل البحر لأن أنا بحب البحر. من بعيد هتشوف طفل صغير جاي ناحيتك. الطفل ده هو انت وانت صغير. هتشوف الطفل ده كام سنة وشكله ايه، ويا ترى هو لابس ايه. لما اسكت انا بديكوا براح انكم تقدروا تتخيلوا. تعالى بقى نشوف عيون الطفل ده. في عيونه يا ترى ايه الرسالة اللي في عيونه؟ هي خوف ولا حزن ولا وحدة؟ الطفل ده واقف بعيد، خايف يقرب. فهتقوله بصوت هادي وحنين: تعالى، أنا مش هأذيك على فكرة، أنا هنا علشان أسمعك. الطفل ده بيبدأ يقرب شوية شوية. هتقوله: أنا آسف، أنا آسف إني ما كنتش هنا ليه، أنا آسف إني سبتك لوحدك، أنا آسف إني ما سمعتكش. الطفل وصل قدامك دلوقتي، واقف قدامك وبيبصلك، وفي عيونه سؤال: هو أنت جيت بجد ولا هتسيبني تاني لوحدي؟ حاول إنك تقوله: لأ، أنا هنا وأنا مش هسيبك تاني. أنا جيت علشان أسمعك وأحبك وأطمنك. دلوقتي اسأل الطفل: قولي، هو أنت محتاج إيه؟ طب قولي أنت خايف من إيه؟ طب أنت عايز تسمع إيه؟ هسيبكوا شوية علشان تسمعوا الطفل بكل قلبك، ما تحكمش عليه وما تقولوش ده مش حقيقي، اسمع بس. الطفل ممكن يقولك: أنا خايف، أنا حاسس إن أنا وحيد، أنا عايز حد يحبني، وعايز حد يطمني، وعايز حد يقولي إن أنت مش لوحدك. وتحاول تقول للطفل ده: أنا سامعك وفاهم كل اللي أنت قلته، وبعترف بكل الألم اللي أنت عشته، وأنا من النهاردة هكون هنا ليك كل يوم، هسمعك وهحبك وهطمنك، وأنت عارف أنا بحبك قد إيه، وبعتذر ليك عن كل لحظة عشتها وأنت لوحدك. ولكن أنا من دلوقتي بوعدك إني هكون جنبك وأنت في أمان معايا. حاول تفتح إيدك وتمد إيدك للطفل ده وتقوله: تعالى حضني، أنت دلوقتي في أمان معايا.
الطفل جه في حضنك، احضنه بكل قلبك. ولو انت قاعد مع نفسك دلوقتي، احضن نفسك بايديك الاتنين. حاول تاخد نفس عميق، يلا. قول للطفل وانت حضنه: انت في امان، انا هنا، بحبك وبحميك، مفيش حد هيأذيك تاني. حاول تكرر الكلمات دي بصوت عالي: انت في امان، انا بحبك وانا هنا، بحميك، ومفيش حد هيأذيك تاني. خد وقتك في الحضن، ومفيش استعجال خالص، لحد ما الطفل يحس بالأمان لأول مرة. لو حاسس إنك عايز تعيط، عيط. إحنا بني آدمين، طبيعي جدا إن إحنا نتأثر ونعيط ونفرغ. ده هيساعدنا جدا على التشافي. من دلوقتي حاول كل يوم هتيجي للطفل ده وتسمعه وتحبه وتطمنه. ودلوقتي قبل ما تفتح عينيك، قول للطفل ده باسمك طبعا: أنا هرجع لك كل يوم، أنا بوعدك إن أنا مش هسيبك تاني، وأنا بحبك زي ما أنت مهما عملت، وأنت في أمان معايا دلوقتي، وأنا بحبك. حاول إنك تحط إيدك على قلبك كده، حاول إنك تكرر: أنا في أمان دلوقتي، أنا في أمان دلوقتي، وإحنا مع بعض على طول. حاول تحرك صوابعك واحدة واحدة، رجليك واحدة واحدة، وافتح عينك ببطء. وأنا بقولك شكرا إنك سمحت للطفل الداخلي إن هو يظهر، وشكرا إنك اخترت طريق التعافي والشفاء. الطفل اللي جواك دلوقتي عارف إنك هنا، وده أول خطوة للتعافي. ونرجع تاني بقى للجزء الخامس، وهو خطة التعافي الشاملة. الخطوة الأولى زي ما اتعلمنا دلوقتي إن احنا هنعمل التمرين بتاع التعرف على الطفل الداخلي أو التواصل معاه. ده أول تمرين معانا، تمام. وأهم حاجة إن احنا نحاول نعمل التمرين ده كل يوم لمدة أسبوع، واكتبولي في الكومنت ايه اللي الطفل الداخلي بتاعك قالهولك. الخطوة التانية بقى هي مواجهة الناقد الداخلي. انت دلوقتي بعد ما تعرفت على الطفل الداخلي بتاعك، انت محتاج تواجه الناقد اللي بيهاجمك. فتقنية ستوب خطوات مهمة جدا جدا. كل ما تسمع الناقد الداخلي بيهاجمك قوله ستوب. حرف الاس دليل على ستوب، يعني قول بصوت عالي أو في دماغك: أقف، كفاية كده، أنا مش هسمح لك إنك تهاجم الطفل اللي جوايا تاني. حرف ال T take a breath، يعني تنفس بعمق على الأقل 3 مرات. حرف ال O هي observe، يعني راقب ايه بالظبط اللي الناقد بيقوله لك. بيقولك انت فاشل، مش كفاية، مش هتنجح. حاول تسمع الجملة بهدوء. protect يعني احمي. قول للطفل الداخلي: انا مش هسمح لحد يعاملك كده، الناقد الداخلي ده غلط ومش صح، انت تستحق الحب والاحترام. فلو الناقد الداخلي بيقولك انت فاشل ومش هتنجح، قوله: هنقف وتتنفس بعمق وهتقول. الناقد الداخلي بيقولك انت فاشل، هتقوله: لأ، أنا إنسان بتعلم وبحاول، وأنا أستحق الحب والاحترام. حاول تجرب التقنية دي لمدة 3 أيام، وقولي في الكومنت ايه الفرق اللي انت حسيت بيه. طيب الخطوة الثالثة هي خطوة مهمة جدا جدا، هي إعادة الأبوة الداخلية. بمعنى إنك تبقى الأب أو الأم الحنون للطفل الداخلي بتاعك. فأول حاجة هتعملها إنك تكتب رسالة للطفل الداخلي.
ممكن الرسالة هتبدأ طبعا باسمك، ماشي، الطفل الداخلي الصغير بتاعك هتقول له أنا بكتب ليك علشان أقول لك حاجات كان لازم حد يقولها لك من زمان بس أنا دلوقتي بقولها لك. أولا، أنا بحبك مهما عملت، أنت تستحق الحب بدون شروط، بدون ما تعمل أي حاجة علشان تستحق الحب ده. الحب حق بسيط جدا 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 ليك. ثانيا، أنت مش لازم تبقى مثالي علشان أحبك أو حد يحبك. الغلطات طبيعية جدا، الغلطات بتساعدك إنك تتعلم. أنا مش هنتقدك إنك فيك نقص، أنا هساعدك إنك تتعلم. ثالثا، أنا بسمعك، كل اللي عندك هتقوله وده مهم ليا. مشاعرك مهمة، أحلامك مهمة، وإنت كشخص مهم. رابعا، أنا بحميك من النقد القاسي، من الناقد الداخلي، من كل الأصوات القاسية، وإنت في أمان معايا. خامسا، من دلوقتي أنا هنا كل يوم بسمعك، بحبك، بطمنك، مش هسيبك تاني. كل الحب والاحترام والتقدير، وهتقول اسمك تاني بس انت الكبير. حاول انك تكتب المسج دي بقلم وورقة، هيساعدك جدا جدا، ولا على نوت التليفون ولا على لابتوب ولا على اي حاجة. التمرين التاني ومهم جدا برضو، انك تخصص وقت كل اسبوع للطفل الداخلي بتاعك يعمل حاجة هو بيحبها، زي انك ترسم او تلون، حتى لو رسمك وحش، وحتى لو هترسم هيلوغريفي كلنا كده. اسمع مثلا موسيقى هادية انت بتحبها، اغنية بتحبها، ارقص من غير ما تفكر في رأي الناس. لو مش عارف ترقص او تسمع موسيقى بره، اسمع موسيقى في اوضتك عادي جدا. اتفرج على افلام كرتون من غير اي ذنب وعادي جدا، دي مش تفاهة يا جماعة، احنا بنتواصل مع الطفل الداخلي بتاعنا. العب العاب بسيطة زي كورة، حبل، نفسي العب بلي والله. كل حاجة بتحبها اعملها بدون حرمان. عايز ترمي المية على نفسك عادي، عايز تكسر بيض على البني ادمين عادي، بس البيض غلي ما ينفعش تعمل كده عشان حرام. وممكن مثلا عايز تجري ماشي، عايز تتنطط تمام الدنيا حلوة، عايز تصرخ برضو تمام الدنيا حلوة. كل حاجة عادي من غير أي ذنب، من غير لوم، من غير حتى ما تفكر في البني آدمين اللي حواليك، كلهم ملهمش لازمة. تمام. الموضوع ده يفرق معاك جدا 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 عشان جربته بنفسي، لأنك حقيقي حقيقي بتديله الحق إن هو يلعب ويفرح، وخاصة لو أنت معشتش طفولتك. الخطوة الرابعة هي إنك تبني حدود صحية. الطفل الداخلي المجروح غالبا هو ما بيعرف يقول لأ، ما بيعرفش يحط حدود، فحاول إنك تحدد حدودك، ايه اللي مقبول وايه اللي مش مقبول في التعامل معاك. يعني ان مثلا ما ينفعش ان حد يقلل مني، ما ينفعش ان حد يرفع صوته عليا، ما ينفعش ان مثلا حد يسيبني من غير ما يجاوبني على سؤال انا سألته له، ما ينفعش إن حد يقول لي حاجة أنا مش قابلها على نفسي. فكرة إنك تحط حدودك مهمة جدا جدا، وبالذات مع الأشخاص مصاصين الطاقة حرفيا، ومع الأشخاص النرجسية، مع كل الناس المتلاعبة نفسيا. الموضوع ده هيفرق جدا جدا جدا، وهيخلي التعامل معاك صحي، أو التعامل حتى مع نفسك صحي. أهم حاجة وإنت بترسم حدودك، اتدرب على إنك تقول لأ. حاول مثلا انك تبدأ بحاجات صغيرة. لا انا مش عايزة اسمع الكلام ده، لا انا مش هروح المشوار ده، او مش هخرج الخروجة دي اللي انا هحس فيها ان انا مش مرتاحة، لا ده مش متاح بالنسبة لي. حاول تقول لا على كل حاجة مش مريحاك، ما ينفعش تقول اه على كل حاجة اساسا. ما ينفعش ان انت تاخد من طاقتك ووقتك، وده اللي هناخده في الخطوة الثالثة اللي هي احمي وقتك وطاقتك. مش لازم تبقى متاح للكل طول الوقت. وقتك مهم، ماشي، ووقتك ليك، وطاقتك مهمة وطاقتك ليك. ما ينفعش تدي وقتك وطاقتك لأي حد أيا كان مين، لأن زي ما قلت لك دلوقتي في مصاصين طاقة كتير قوي قوي قوي، ودول كتروا جدا جدا. وبالذات الناس الشكال بكاية، ابعد عنهم تماما حرفيا، واقفل الباب، اقفل الباب خالص أيا كان هم مين. اقفل الباب وعبر عن مشاعرك. أنا مش مرتاح للكلام ده، أنا زعلان من التصرف ده، أنا محتاج إن يكون ليا وقت الخاص. عادي جدا، حاول إنك تعبر عن مشاعرك بكل أريحية، من غير بقى ما حد مثلا إيه
تخاف إن أنت تزعّل حد، تخاف إن حد يزعل لأ، اللي بيحبك هيقدّر الكلام ده وهيفهم اللي أنت بتقوله كويس. كل يوم لمدة أسبوع اعمل حاجة واحدة إنك تحمي بيها حدودك لو حتى صغيّرة. أهم حاجة، أهم حاجة اكتب لي في التعليقات حسّيت بإيه. الخطوة الخامسة هي ممارسة الحنان الداخلي أو الحنان الذاتي. دي الخطوة الأخيرة إنك تدّي الحنان لنفسك، الحنان اللي أنت ما لقيتهوش في حد. اعمل التمرين ده إنك تحط إيدك على قلبك أو على خدك، بس وشك لو بيوجعك من خدودك ما تحطهاش، أو على جسمك أو على أي مكان بتحس بيه في الأمان. قول لنفسك أنا هنا، أنا معاك، أنا بحبك، وحاول. أهم حاجة أهم حاجة التنفس البطيء يساعدك جدا 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 إنك تحس بأمان فعلا مع كل نفس. أنا في أمان، أنا محمي، وأنا بستحق الحب. حاول إنك تعمل ده لحد ما تحس بالهدوء. الموضوع ده هيغيّر نظرتك لنفسك وممكن يغيّر حياتك حرفيًا، حرفيًا سحر. وبس كده، تعالوا بقى ندخل على آخر جزء معانا، هو الجزء بتاع البرنامج 21 يوم للتعافي. باحاول على قد ما أقدر، على قد ما أقدر أعمل لكم برامج للتعافي، بس الأهم اعملوها والتزموا بيها. فالأسبوع الأول هو إن إحنا نتعرّف ونتقبّل. يعني إيه نتعرّف على الطفل الداخلي؟ من أول 3 أيام هنعمل التمرين اللي إحنا عملناه، الجلسة مهمة جدًا، جدًا، وهتسمع هو بيقول لك إيه ونكتب في الدفتر. اليوم الرابع والخامس هنكتب رسالة من أنت الشخص البالغ أو الطفل الكبير للطفل الصغير، وأهم حاجة قُل له كلمات هو بيحب يسمعها. زي أنا باحبك، أنا باسمعك، باحميك، أنت حلو زي ما أنت، أنا متقبّلك زي ما أنت، أمور، شطورة، الكلام اللي إحنا بنحبه ده. اليوم السادس والسابع هنمارس حاجة الطفل الداخلي بيحبها، زي ما قُلنا ممارسة اللعب المَرَح، إن إحنا مثلًا إيه، بدون ما نحس بحرج، بدون ما نحس بذنب، نسمع موسيقى، نرقص، نلعب، نرسم، نلوِّن، أي حاجة. ال اليوم التامن لحد العاشر هنعمل تمرين أو تقنية الstop للناقد الداخلي لو حسينا إن هو بدأ إن هو يهاجمنا، لإن وإحنا بنقلل صوت الناقد الداخلي وكمان وإحنا بنتعامل أو بنحاول نتواصل مع الطفل الداخلي بتاعنا، صوت الناقد ممكن يفضل يهاجمك لحد بس ما يصدق إنك بدأت تتواصل فعليًا مع الطفل الداخلي بتاعك. تمام. اليوم ال11 وال12 هنحاول نطمن نفسنا، تمرين التطمين والأمان اللي احنا قلنا عليه، إنك تحط إيدك على قلبك وتقول كلام يطمنك ويهديك، ونحاول نقول الكلام ده أو الجمل دي 10 مرات. اليوم ال13 هنحاول إنك تبني حدود صحية، إنك تقول لأ لحاجات بسيطة. في اليوم ال14 إنك تعبر عن شعور محبوس جواك بجملة واحدة. نيجي على اليوم ال15 لحد ال17 هنقوي علاقتنا مع الطفل الداخلي. كل يوم ممكن نكتب مسج نسمع احتياجاته، نقول له إن إحنا هنا معاك، نشوف هو عايز يقول لنا إيه، نسمعه ونتواصل معاه. الموضوع ده مهم جدًا، جدًا، جدًا. اليوم ال18 وال19 هتحاول إنك تعبّر عن مشاعرك بكل أريحية وبكل صراحة، من غير ما تحس بالذنب، من غير حتى ما تخاف من رد فعل اللي قدامك. عايز تقول تعبّر عن نفسك لنفسك عادي، عايز تعبّر عن نفسك في الورق برضه عادي، عايزك تعبّر عن مشاعرك لحد تاني برضه عادي. طيب آخر يومين بقى معانا إن إحنا هنحتفل بالإنجازات الصغيرة اللي إحنا عملناها. هنحاول إنك نكتب 5 حاجات أنت فخور بيها إنك عملتها، وتحتفل طبعًا بالإنجاز بتاع ال21 يوم من التعافي. طبعًا كل ده هو موجود في دفتر طمني قلبِك للتعافي النفسي، وده مهم جدًا، جدًا، جدًا لأي بنوتة. آمم الoption بتاع الولاد لسه ما اتعملش، لأي بنوتة حرفيًا هتساعدها إن هي تتشافى، هتساعدها إن هي تسمع نفسها وتفرّغ كل المشاعر بتاعتها وتتعافى من صدمات الطفولة، حاجات كتير أوي، أوي. وهنشوف مين في التعليقات هيكتب لي أنا مع التحدي علشان نشجع بعض. أخيرًا، إمتى بقى هنعرف إن إحنا على الطريق الصح؟ لمّا تبدأ تسمع صوتك الداخلي، تعرف إيه اللي محتاجه وإيه اللي خايف منه، والطفل اللي كان محبوس دلوقتي بدأ يتكلم. هتقدر إنك تواجه الطفل سوري هتقدر تواجه الناقد الداخلي.
هو الناقد الداخلي مش هيبطل يقف، لأ، هو صوته هيبقى ضعيف شوية، وانت هتتحكم فيه بأفضل الطرق الممكنة. صوته مش هيبقى أعلى من صوت الطفل الداخلي بتاعك، مش هيبقى عالي قوي ولا هيهاجمك، لأ، هو هيبقى موجود لكن صوته بقى أضعف. العلامة التالتة إنك هتحس بالأمان في جسمك. جسمك بدأ ما يبقاش متوتر، ما يبقاش في جهاز الإنذار طول الوقت. نقطة الحذر الزايد هيقل، الراحة هتزيد. العلامة الرابعة إنك هتقدر تحط حدود، هتقول لأ من غير ما تحس بالذنب، هتحط حدود من غير ما تحس إنك شخص وحش جدا، تبدأ تحس إنك شخص حر، تبدأ تحس بالسكينة، تبقى أهدى، أكثر رضا عن نفسك. هتبدأ تتقبل، هتكون أكتر قبول لذاتك. رحلة التعافي بتاعة الطفل الداخلي هي مش سهلة خالص، لكنها أهم مرحلة حرفيا ممكن تاخدها في حياتك. كل يوم بتختار فيه إنك تحب الطفل اللي جواك، كل مرة بتحاول إنك تحميه من الناقد السام اللي جواك، كل مرة بتطمنه وتقوله أنت تستحق الحب، أنت كده بتعيد كتابة قصة حياتك. مش بس كده، أنت بتكسر دايرة الألم علشان ما تنتقلش للأجيال اللي بعدك. وبس كده، لو عجبك الفيديو هتعمل سبسكرايب للقناة علشان نكمل رحلة التعافي سوا. شارك الفيديو مع أي حد بتحبه محتاج يسمع الكلام ده. في التعليقات احكيلي عن تجربتك مع الطفل الداخلي. لو عايز نتكلم عن أي موضوع قولي اللي عايز نغطيه في الكومنت. وأخيرا أنت هتستحق السعادة، تستحق السلام النفسي، تستحق تعيش حياة مليانة حب وأمان. الطفل اللي جواك استنى كتير جدا جدا جدا. دلوقت جه يعني الوقت إنك تحبه، تهتم بيه. وشكرا كده لو وصلت لحد هنا، شكرا إنك سمعت الحلقة كاملة. أنت قوي جدا، تستحق الحب. أشوفكم على خير في حلقة جديدة. باي باي.